الحقيقة كتاب الالتراس ده كتاب ظهر في ديسمبر الماضي، يعني من اقل من شهرين. اللي كتبه محمد جمال بشير، وهو اسم شهرته على المدونة بتاعته جيمي هود. والكتاب في 235 صفحة، كاتب فيه كلام كتير جدا وكلام هام جدا عن ظاهرة الالترا او الالتراس وتجمعهم وثقافتهم وعاداتهم واعدادهم وكلام مهم. عشان كده هو معانا النهارده عشان نتكلم في هذا الكتاب وفي هذه الظاهرة وفي رأيه فيما حدث ورأيه في تداعيات هذا الحادث. أستاذ محمد، أهلا بيك والبقاء لله. الكتاب كانت فكرته إيه؟ هو الأول حضرتك قلت لي أتكلم بصراحة شديدة جدا من قبل ما ندخل الهوا، وأنا حابب طبعا إن أنا أشكر حضرتك على إن أنت أتحت لي الفرصة ديت، وعلى برنامج ومعيدين البرنامج يعني كان عندهم جراءة شديدة جدا ان هم يطلبوا مني ان انا اقعد مع حضرتك، وحضرتك الاكثر هجوما على الثوار وعلى التراس اهلاوي وعلى الدنيا كلها. انا بعتبر كل دقيقة انا هقعدها هنا في البرنامج هي خيانة لكل مصري. انا حضرتك انا شايف دم الناس ديت بين ايديك، سواء من ايام مسبيرو، من قبل الثورة، من ايام مسبيرو، ومن الالتراس اللي قلت عليهم كفار وكذا 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 وكذا، كل المشجعين الكوره. انا اتشتمت بامي لما قلت ان انا هطلع مع احمد شوبير. انا شايف ان العداله غير موجوده في البلد دي، لان حضرتك لسه بتقدم برامج وما زلت تحرض ضد الثوره وضد الثوار وضد الموجودين. انا شايف ان حق اخواتي من الشهداء اللي انا اكلت معاهم عيش وملح، وان انا شايف حزن اهاليهم، واللي بيقولوا لي انت صحفي ووصل للناس دي وقول لهم ان دول المحرضين. انا حتى مش قادر اتكلم مع حضرتك بضمير حتى المخاطب، لان ده في خيانه للناس ديت. الناس ديت اللي ماتت وهي بتكره حضرتك، الناس ديت اللي ماتت وهي دمها في ايد حضرتك. كل ده انا بقوله بعدم انفعال وباريحيه شديده جدا وبهدوء شديد جدا، وعارف ان حضرتك برضو قلبك واسع جدا وهتستقبل كل الكلام ده جدا. بس انا اسف، انا بعتذر عن كل البرامج الرياضيه، بس انا حبيت لان ام شهيد هي اللي قالت لي اطلع وقول له الكلمتين دول. لكن انا عن نفسي محمد جمال، الشخص القادم من ميدان التحرير بما يحمله من ثوريه، بما يحمله من شرف، لان الشرف لا يشترى، والشرف لا نشتريه بالدموع، والشرف لا نشتريه بمواقف وركوب على المواقف. انا اسف جدا، انا قلت بلغت الكلمتين اللي اهالي الناس اللي من منطقتي انا الشعبيه اللي ماتوا في بورسعيد بلغوني وقالوا لي اطلع انت مع شوبير وقول الكلام ده، قول قد ايه ولادنا كانوا شرفه، وقد ايه ما كانوش صيع طول عمرهم، وقد ايه هم ماتوا. و ما يقال وما يحدث في مجلس الشعب وما يحدث على الفضائيات وما يحدث هنا وما يحدث هنا وما يحدث هنا لن يأتي بحقهم. أنا آسف جدا. شرفتني، أشكرك. أنا آسف جدا، وحضرتك لك مطلق الحرية أن ترد على ما قلته. أنا بس عشان أنت بتقول كل دي خيانة، فأنا ما أحبش أن أنت. أنا آسف. نورتني، شكرا جزيلا. نروح للفاصل ونرجع تاني.